اصل ليه تجيب جينر اصلا؟ يعني هو ده بقى اللي خلاص انت رفيع جدا زي الاخ ده، فانت هتجيب الجينر عشان فيه سعرات حراريه كتير قوي وانت ما بتعرفش تاكل، فهتاخده عشان يديك احتياجك من بروتين ويديك سعراتك الحراريه، صح؟ لا ده كلام ملوش اي لازمه. لو انت محتاج سكوب واحد يديك 1000 سعر حراري في شيك عشان تشربه عشان انت مش عارف تكمل احتياجك من السعرات، فاحب اقول لك ان الماس جينرز هي فيها سكوب واي بروتين عادي وعليها كميات مهوله من الكربوهيدرات اللي هي السكريات المضافه، وانت مش عارف مصدر الكاربس اللي موجوده دي هل هي نظيفه ولا لا بناء على شركه للتانيه. طب وعلى ايه اصلا انا ليه اخد 25 جرام بروتين لو اتضربوا في 4 اللي هو السعرات الحراريه يدوني 100 سعر حراري اللي موجودين بس في البروتين وحوالي 900 او 1000 سعر حراري او اكتر من مصادر تانيه ملهاش لازمه. هتقول لي طب حلو خدت سكوب واي بروتين اكمل بقى احتياجي من السعرات منين؟ هقول لك حلو، هتاخد الشيك بتاعك الجميل هتحط عليه سكوب واي بروتين جميل، حط عليه لبن، موز، شوفان، مكسرات، زبده فول سوداني وكمان عسل، حط الكلام ده على بعضه وغير في الكميات، ممكن يوصل معاك من 1000 ل 1500 سعر حراري وانت عارف المكونات اللي موجوده دي جايه منين ومصادرها ايه وكمان حاسبها بالجرام، وكمان هتكون موفر اكتر بكتير جدا من ان انت تجيب سبلمنت زي الماس جينر. فمن الاخر وفر فلوسك واختار اختيارك الصح. اعمل منشن لصاحبك اللي لسه مصدق الماس جينرز هو اهم حاجه عشان تزيد في الوزن، وقول له على فكره ممكن نعمل شيك احسن وانضف واوفر بكتير قوي. ولو محتاج بروتين تحطه على الشيك بتاعك فانا بستخدم واي بروتين من شركه اي فيت، ممكن تستخدم برومو كود سي ماجد 5 عشان تاخد اعلى خصم. بس كده، سلام.